السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل التوك اللي هي التل دي اللي أنا كنت وعدتكم إن احنا هنعملها سوا. احنا عملنا في الحلقات اللي عدت، الفيديوهات اللي فاتت، عملت الأطواق دي، عملت الطوق ده والطوق ده اهو يا حبايبي. وفي الفيديو اللي بعده عملت الشكل الجميل ده. ايه رأيكم بقى يا حبايب قلبي؟ مش هستاهل منكم بقى اشتراك في القناة وتعليق جميل منكم حلو كده زي قلوبكم الجميلة وزي عيونكم الحلوة اللي بتشوف فيديوهاتي وتعلق لي؟ ربنا يرضيكم يا حبايبي ويجيب خاطركم. اتفضلوا الشاي معايا. هنعمل ايه بقى النهارده؟ معانا مسدس الشمع بتاعنا، ومعانا اطواق برضو عشان لو هعمل طوق ولا حاجة للتوكة اللي انا هعملها. معايا طبعا الصوص اللولي الابيض، وجبت اللون الفضي ده. للاسف ما لقيتش الوان، على ما ابقى ان شاء الله اجيب الوان. واللي هو الاسترس ده لولمعة جميلة كده حلو. وده الاسترس والمقص والاستك والخيط والابرة. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايب قلبي، هنقسمها على 2 كده. وممكن لو انت عايزاها كبيرة، توكة كبيرة حلوة يعني، هتروحي هتجوزيها كده ونخيطها ونكشكشها كده. هنخيطها وتبقى توكة شعر جميلة كده. هعملها معاكم اهو يا حبايبي. انا هعملها على انها كبيرة كده، لانه هي كبيرة بتبقى نافشة كده ومدية شكل حلو. عايزة تعمليها صغيرة يا حبيبتي، اهو القماش في ايدك وكل حاجة في ايديك. كل واحد بيحب يشوف هو عايز ايه ويعمله. اهو يا حبايبي، اخواتي وحبايبي اللي هم ما عندهمش مكنة خياطة، انا ما بقتش ارضى اشتغل بمكنة الخياطة علشان اخواتي وحبايبي اللي ما عندهمش مكنة ما يستصعبوش الموضوع ويقولوا لا عشان المكنة وكده. لا، احنا حبايبي على ايدينا كل حاجة اهو. اهو يا حبايبي، تكوني مسوية القماشة بتاعتك كده. اهوت يا حبايبي، هنمسكها كده نخيطها عشان ما اطولش عليكم. هكملها وارجع لكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما خيطتها كده على ايديا. هنقلبها بقى كده. وادي الاستك بتاعنا اهو. هتدككيها بقى يا حبيبتي كده، وكل حاجة بايديكي. اللي حبايبي اللي ما عندهمش مكنة ما تعطلوش يا حبايبي على اي حاجة. عايزين نخلي ده ناحية الخياطة.
هظبطها وارجع لكم. دككتها اهو يا حبايب قلبي. هنخيط بس مكان ما قفلنا كده، مكان ما عملناها دككناها. كل حاجة سهلة وبسيطة وفي ايدينا، وحاجة على يعني متوفرة عندك. لو مش متوفرة هاتي ربع متر اتعلمي فيه، اتعلمي فيه. وكمان يعني حاجة تسليكي او حاجة تخرجك من الطاقة السلبية اللي انت فيها. على فكرة الحاجات دي جميلة جدا وشغلها حلو قوي. اهيت يا حبايب قلبي. عايزة تزينيها برضو براحتك اللي يعجبك. اهي اهو يا حبايبي، توكة شعر اهي جميلة ولا اروع. عايزة ان انتي تعمليها تحطي استراس براحتك. عايزة تحط لها ده كده ويبقى لافف عليها بحيث ان انتي وانتي حطاها في الكحكة كده تبقى مدية شكل حلو. اللي يعجبك. عايزة تقطعي زي مكعبات كده اللي هي الحتت الصغنونة دي. يعني كل حاجة متاحة معاكي، وكل واحد بيرجع ايه لذوقه. انا بقول لكم الفكرة وانتوا ذوقكم بقى. اهي يا حبايبي ممكن نعملها كده. اهي اعملها بقى اخلصها وارجع لكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي. قولوا لي بقى ايه رايكم، ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي. اهي ومن ورا كمان اهي. اهي ما شاء الله، ولا اروع ولا اجمل من كده. قولوا لي ايه رايكم بقى. يلا يا حبيبه قلبي انت وهي قومي يلا، وكل واحده تجيب لها كده حاجه وتخرجها من الطاقه السلبيه اللي هي فيها. تعمل لها توكتين حلوين كده والبنوتتها توكتين حلوين كده جمال. وحاجة بسيطة وسهلة وما بتاخدش أي حاجة. بالخيط والإبرة ومسدس الشمع. ما عندكيش يا حبيبة قلبي المسدس الشمع ده مش هنغلب. الولاعة ومسدس الشمع اهو. هتسيحيه كده يا حبيبتي، بتسيح اهي. هتسيحيها وتروحي عاملة بيها برضه. بصي مع ماما فوفا لا هتحتاري ولا هتعملي غير الصح. اهو يا حبايب قلبي. اشوف بقى اعمل طوق منها كمان وارجع لكم. ومعانا يا حبايب قلبي الطوق اهو، وحتة تلة اهي طويلة. هنعملها ازاي. بمسدس الشمع وهنثبتها كده. اهي يا حبيبتي. هنمسكها كده كلها في ايدينا ونروح عاملين ازاي. هنلف كده على الطوب. هلفها بقى يا حبايبي وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. اهي يا حبايب قلبي لفيتها بالتله اهي. ومعانا حته تله تانية عايزين نعملها زي فلونكة كده، نعمل لها شكل حلية يعني. هربطها بقى عشان ما اطولش عليكم. وعملتها اهي يا حبايبي. ها لونكة جميلة اهي. برضو لو في حاجة مش مستوية من هنا اهي هتسوي الاطراف بتاعتها. ومن الناحية التانية برضو اهي هتسوي برضو الاطراف بتاعتها اهي يا حبايبي. هنجيبها نحطها في الجنب كده. قبل بس ما نعملها نروح جايبين الاستراس بتاعنا ده،
هلزقه وارجع لكم علشان وقت الفيديو ما يطولش وتزهقوا، وانا عايزاكم ما تزهقوش مني. اهي يا حبايبي عملتها، هلزقها بقى، حطيت لها حته شمعة اهي، ولزقتها في الجنب كده اهي يا حبايبي. قولوا لي بقى ايه رايكم. اهو هتاخرها بس شويه لفوق كده اهي. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ طقم جميل اهوت. هعمله برضو من هنا بالاسترس او باي حاجه، بس هعملها بنفس الحاجه دي علشان يبقى ايه، يبقى طقم كامل. اهو يا حبايب قلبي، ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ اهو بتنضفها بس من الشمع ده اهو. ايه رايكم؟ يا جمالك يا حركاتك يا روقانك يا ماما فوف. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ والله العظيم الكاميرا ظالمه الشغل. اللون البامبا بتاعه لون جميل جدا، البامبا اللي هو اللون الحلو، فانا مش عارفه هو ظاهر ليكم ولا ايه، مش عارفه والله. اهو قولوا لي بقى ايه رايكم. حاجه ما خدتش مننا حاجه، 10 دقايق ربع ساعه تكوني عملتي حاجه جميله كده اهو. طقم جميل لبنوتك، عندك بنوتك عروسه، هاتي واعملي حاجات والله العظيم مش مكلفه خالص، مش مكلفه. ايه رأيكم بقى؟ يلا يا حبايب قلبي اشتركوا في قناتي، واعملوا لي لايك حلو كده وشير وسبسكرايب وتعليق جميل منكم حلو كده زي قلوبكم الجميلة، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.